حنا اليوم ما انهزمناش في الملعب، حنا انهزمنا خارج الملعب، واللي هزمنا للاسف هما مغاربه خوتنا من لحمنا ودمنا. حنا هزمنا راسنا بواحد دوز فكره، والفكره لا تموت. اللاعبين والمدرب داروا اللي عليهم، وصلونا للنصف النهائي اللي حتى المتفائل فينا ما كان يحلم لنا لين نوصلوا له. لذلك في هذه المباراه كنعتبر النتيجه فوز وماشي انتصار. حنا اللي هزمنا في الحقيقه البارح قدام العالم هما شي مسؤولين مغاربه اتفقت معهم قطر باش كل طائره وصلت من المغرب يعطوا للناس فيها التذاكر ديال الماتش، وفاش وصلوا المغاربه لمطار الدوحه ما لقاو لا تذاكر ولا هم يحزنون. فين مشاو التذاكر ديال المغاربه؟ طبعا تباعوا في السوق السوداء وتفرقوا على المقربين وعلى المؤثرين وعلى الموالين. تعيا في الحقيقه ما دير النيه، وتعيا ما تفهم، ولكن ضروري يجي شي واحد قليل النيه يقول بك ويدير بحال هاد الكوارث هذه. هاد الشيء اللي وقع للمغاربه البارح وخلى السلطات القطريه تلغي الرحلات والناس تبات في المطارات، خاص يتفتح فيه التحقيق ويتعاقب اي واحد خان هاد البلاد هذه وعطى عليها الصوره خايبه قدام العالم. واش هاد الفساد عيب الله وسوء التسيير مازال ما بغينا ننهو معاه؟ حتى قلنا راه تقدمنا ومشينا مزيان والعالم كامل ولا كيهتف بسميت المغرب، وهاد الدراري تبارك الله والمدرب ديالهم خلاو اسم المغرب من اول الاسامي، لا في جوجل ولا في تويتر ولا في غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، والعالم كامل ولا كيتكلم علينا، ورفعنا الصوره ديال المغرب وعطينا عليه واحد النظره مغايره للنظره اللي كانت. ويجي واحد من تجار الازمات او تجار حتى الفرحه وكيبيعوا فينا وكيشروا وكيهرسوا الصوره الحقيقيه ديال عن هذا الوطن هذا. راه كنقولها وكنكررها، عباد الله تفرقوا مع هذه البلاد هذه. عباد الله راه هاد اللاعبين وهاد المدرب راه عطاونا واحد درس كبير جدا. هذا الدرس راه عطاه لنا قبل هذاك الطفل الريان اللي مات، اللي اجتمعنا حوله، واللي العالم كامل عرفنا من خلال التضامن ديالنا ومن خلال التآزر ديالنا، ونسينا لان الذاكره ديالنا ضعيفه. اليوم ما بغيناش ننساو. اليوم هي كنقولها وكنأكدها، هذا الدرس ديال الرياضه هذا اللي هو ماشي رياضه، اللي هو رياضه وسياسه واقتصاد والسياحه، خصنا نستافدوا منه. وباش نستافدوا منه خاصنا نقوا التيران، وباش نقوا التيران نقوا الملعب ديال الداخلي. هاد الوليدات اليوم تيترباو برا وفيهم الروح الوطنيه اكثر من حنا اللي متربيين، اكثر من شي واحدين اللي متربيين في الداخل، اللي دارونا ضحكه واللي كيبيعوا فينا وكيشروا واللي كيتجروا في الازمات، في كوفيد وفي غيرها، في الوباء، واليوم كيتاجروا حتى في الفرحه ديال المغاربه اللي باعوا مساكين اللي قدامهم واللي وراه باش يمشوا لقطر وباش يتفرجوا، وفي التالي ولاو مشتين في المطارات، لا في الدوحه ولا في مطار محمد الخامس. ما وقع الحقيقه يندى له الجبين، ويجب ان يفتح فيها تحقيق، ويجب ان يعاقب المسؤولين اللي خلانا في هذه البلاد قله ربط المسؤوليه والمحاسبه، وخلانا في هذه البلاد اللي اتك على شي حاجه يديها، وخلانا في هذه البلاد وخلاها ترجع ل 125. ما كاين لا محاسبه، لا يحزنون اللي اتك على شي حاجه يديها، واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. ولكن النهار اللي يتعاقبوا والنهار اللي يوقفوا عن حدهم كونوا على يقين على انه راه اليوم كل شيء عندنا ولا يوجد مستحيل. وهذو اللاعبين والمدرب قالوا لنا على انه لا يوجد مستحيل. اليوم هذا لا مستحيل خاص يكون في السياسه وفي الاقتصاد وفي التعليم وفي الصحه. عندنا الفرصه مواتيه، السقف عالي، الدراري ضربوا البار الفوق، اليوم حنا خصنا نضربوها ايضا، والا رانا غادي نمشوا نرجعوا ملي تعود حليمه للاسد الى عادتها القديمه.